قول لهم يا أسامة، قول لهم جزمة أي جمهور من نادي الزمالك برقبة أي لاعب من نادي الزمالك ورقبة عيلته كلها. جزمة، الجزمة برقبة أي لاعب من نادي الزمالك ورقبة عيلته. طب والنبي لا تقولها مرة كمان عشان تسمع مرتضى منصور. بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها، احترم نفسك في الملعب. طب مرة عشان تسمع المحترم كرم جبر رئيس لجنة الإعلام. بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها. طب والنبي مرة كمان عشان خاطر الحبايب وسيادة الوزير أشرف صبحي. بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها، احترم نفسك في الملعب. نادي الزمالك السنه دي زي ما يمكن كنت سامع 7 هزايم و8 تعادلات، يعني بنتكلم بيفقد نقاط كثيره جدا، مع ايضا خروج من الكاس على ايد بيراميدز واحنا بنلعب 10 لوسيل، خساره من الاهلي في البدايه، السوبر. يعني شايف الوضع ازاي؟ بص يا كابتن، هم مش دول ابطال الدوري سنتين والكاس؟ طيب ايه اللي حصل؟ ما انا بشر برضه يا كابتن. اللي حصل مفيش مجلس اداره، حبس رئيس النادي، مفيش موارد مفيش موارد ماديه، مفيش استقرار حتى في الاعلام. الاستقرار في الاعلام بنبص لبعض الزملكاويه اللي ناس الزمالك خيرهم عليهم، مفيش حد بيدافع. طب الراجل لما اتحبس، راجل ساب النادي وي فين الناس اللي كانت بتدعم النادي؟ فين الناس اللي كانت بتطلع ترغي كتير؟ فين الناس اللي رجال الاعمال اللي المفروض يتبرعوا للنادي؟ فين الناس اللي مش عارفه تقبض الموظفين لغايه النهارده؟ فين الناس اللي المدربين مش عارفين يقبضوا لغايه النهارده؟ فين الناس اللي ما جابتش الصفقات المحترمه؟ فين الناس دي اللي كانت بتتكلم؟ والله بيتكلم بس في الوحش بس. لا، اللي بيحصل ده كابتن طبيعي جدا. انا مش مستغرب. انا ممكن مستغرب بس من حاجه واحده بس، وكمان تسريب العقود دي كانت كارثه. ما هو كابتن بيعمل مشاكل اوضه اللبس. ما هو الحرب من كل الاتجاهات يا كابتن. ده كابتن الحرب وصل دلوقتي عايز نادي الزمالك الجماهير في انقسام دلوقتي يا كابتن. في واحد، ناس بتدعم مجلس اداره وناس بتدعم مجلس اداره، ناس بتدعم الغندور، ناس بتدعم اسامه حسن، ناس بتدعم، في انقسام فعلا. بس في ناس مش عايزين، مش طعم صعب حد ياخد طعم. ده في ناس شربت طعم بجد. فانا مش مستغرب اللي بيحصل ده. ما هو اللي بيحصل ده كابتن طبيعي في اي نادي يحصل كده. لما تكون مفيش موارد ماديه مش عارف اجيب لعيبه، مفيش استقرار مادي مش عارف اجيب لعيبه، مفيش استقرار اداري مش عارف اتعامل، العقود تتصرف. ده احنا كمان كفايه الخناقه، احنا ابطال يا كابتن. كفايه الخناقه بتاعت اتحاد الكره مع الزمالك في قيد ال3 لاعبين، دي اول مره تحصل في التاريخ. وبعد كده الاتحاد الدولي يرد عليهم يقول لهم انتوا ده شأن داخلي، اللعيبه كده كده متأيده عندنا على السيستم. انا يا كابتن اللي مزعلني حاجه واحده بس، ان بعض اللعيبه مش عارفه قيمه نادي الزمالك، وبعض اللعيبه مش عارفه قيمه جماهير الزمالك. يا عم انا واحد من الناس مقتنع عشان انا مدرب ولاعب سابق وعارف بقول ايه، دي امكانياته، مش هيدي اكتر من كده بعض اللعيبه يعني. بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها، احترم نفسك في الملعب. هين نفسك يا اخي عشان التيشيرت. يا عم ما بتعرفش تلعب، يا عم الروح، ما عندكش روح ولا دم ولا كرامه عشان خاطر تيشيرت انت لابسه. ما التيشيرت ده عامل لك قيمه في المجتمع. ما عايز اقول لك حاجه يا اسامه، برضه انا بحط نفسي مكان اللعيبه. انت عارف دايما الزمالك بيلعب على بطوله. لما تكون فقدت تماما المنافسه على البطوله، الدوافع بتقل يا اسامه، فاهم قصدي؟ يعني دوافع، فاهم قصدي؟ انت مثلا السنه اللي فاتت اخر 7 8 ماتشات، اللي قبليها اخر 7 8 ماتشات، اللعيبه مركزه وبتموت نفسها على كل نقطه عشان عارفه انها عايزه تحصل الاهلي وتعديه في النقاط، او تحافظ على فارق النقاط وتكسب البطوله، وده اللي حصل. فاما بيكون لاعب عنده دوافع غير اما تكون الدوافع ماتت. طب هو اللاعب ده كابتن اداني ايه عشان الدوافع يا كابتن؟ ما اللاعب ما ادانيش بطوله اصلا. اللاعب ده جديد يا كابتن، ما ادانيش بطوله. طب والدوافع ايه؟ ده انت كابتن تاريخ نادي الزمالك بتلعب في الشارع عايز تكسب، بتلعب طاوله عايز تكسب. ده لان نادي الزمالك كابتن بيكسب في اي وقت في كل الاجواء. هو مش قد تيشيرت نادي الزمالك، شكرا، اتكل على الله واحترم نفسه واحترم جماهير نادي الزمالك. انما في صفقات موجوده نجحت زي شلبي. انا شلبي بالنسبه لي صفقه الموسم اللي هو بيحاربوه دلوقتي بقى، هو زيزو. ايه؟ لا هو زيزو بيحاربوه دلوقتي. بيحاربوه صح كابتن. الاثنين دول يا كابتن هيبقى واحد يمين واحد شمال، هيبقى اساسيين في منتخب مصر. عايز ادي معلومه مهمه جدا كمان وخبر حصري، ان المستشار مرتضى منصور تواصل مع الكابتن اسامه نبيه، وتم الاتفاق على ان يوم الخميس اللي جاي هيكون في مقابله لتجديد تعاقد يوسف اسامه نبيه، بعد ما اصبح هناك رغبه من اللاعب في البقاء داخل النادي. وكمان مجلس الاداره بلغ مستر اوزوريو والجهاز الفني بتواجد يوسف اسامه نبيه في التدريبات في الفتره القادمه، ووجوده كلاعب في الفريق حتى نهايه الموسم باذن الله. ده خبر طبعا كويس، خبر محترم. بشكر كابتن اسامه نبيه يوسف. بس خليني برضه اقول لك كابتن، دي من الاسباب برضه اللي بتحصل في اخر الموسم. يعني انا دلوقتي
المفروض داخل على عضويات، اشتراكات عضويات. في داخل النادي حوالي بتتكلم في 200 300 مليون شهر 6. الناس تروح لمين؟ ما نعرفش. طب انا عايز اجر محل في نادي الزمالك، مفيش، فانت بتحرجني في كل حاجه. طيب عايز اجيب صفقات وابيع الناس اللي عندي عشان اعرف اجيب صفقات، مفيش. وتيجي في بدايه الموسم يحصل اخفاقات، هتغلب اول ماتش او ثاني ماتش او ثالث ماتش، هيحصل هتغلب ويجي جمهور الزمالك طب ما هجيب منين يا جماعه؟ ما سياده الوزير اشرف صبحي هيقول لنا بقى راجل مرتضى منصور معانا ولا مش معانا؟ احنا عايزين نعرف راجل مرتضى منصور يكمل ولا مش يكمل؟ ليه امضى ولا ملوش امضى؟ الموظفين الغلابه اللي ماشيين ياكلوا في النادي دول مين اللي هيقبضهم؟ دكتور اشرف صبحي؟ الكابتن خالد بروح النادي كل يوم، اقسم بالله حاجات تحزن. الكسره وحشه يا كابتن. لما اب او ام بقالهم النهارده بتتكلم في 5. انت عندك كمان الاجهزه الفنيه بقى لها، احنا بقالنا 5 شهور بس، احنا كابتن مستور الحمد لله عندنا يعني. يعني احنا لا بس انت بقالك 5 شهور ما بطش. بس عشان خاطر نادي الزمالك احنا مش مشكله مستور، احنا نعيش من غير فلوس خاطر نادي الزمالك. انما اب موظف او ام تتكلم في النهارده 23 عايز يجيب اكل في البيت، ايه الكسره دي يا كابتن؟ مش فاضل حل. الحل في ايد الوزاره. الراجل ده موجود ومش موجود، تعالوا تقبضوا الناس، تعالوا اتكلموا مع الناس بقى. لان يا كابتن المنظر سيء جدا بجد. والله العظيم يا جماعه، يعني الواحد مش عارف يقول ايه. يعني شغالين ند ولط، ويا ريت عندهم خدود يلطموا عليها، والله ما في خدود يلطموا عليها. وطالع يشحت ويقول فين رجال الاعمال، فين الناس اللي بتتبرع؟ انتوا سايبين النادي ليه؟ النادي خرابه، صعبانين عليا، احنا ما قبضناش ادينا 5 شهور. اما كان لسانك طويل ليه ساعه مباراه السوبر اللي عدت وقلت امسكوا لاعيب الاهلي افرموهم، اي لاعب ما ترحموش، اي لاعب يقع تحت ايديكم افرموه، انا مش عارف ايه. وعملت زي مطر البطيخ لما يتمطع طالع دلوقتي مشغل الندبه واللطامه. يا عم في لطامه بالكهرباء انت وهو هاتوها توفر لكم اللطم والندب اللي عمالين تلطموه ده. عرفت ان مرتضى منصور جاب ضلف وبدري، عرفت ان ما في الموظفين دول 5 شهور ما قبضوش، عرفت ان النادي ما فيش موارد، جردتوا النادي، حرام عليكم، ارحموا النادي، حرام عليكم، كفاياكم اشباهكم وامثالكم واللي بيطلعوا على الفضائيات انتوا اللي واكلينها ولعه كل شهر بالالوفات ومئات الالوفات والملايين. والموظفين الغلابه اللي في النادي انت اللي قلتها بيشحتوا الحريم، الموظفات بتشحت مش لاقيه تاكل عيالها. انما احنا مبسوطين، عندنا اللي يكفينا. ما هو لازم يا باشا يكون عندك اللي يكفيك، لازم يكون عندك اللي يكفيك وزياده. امال يعني انت طالع تدافع عن سياده المستشار، وده يدافع عن سياده المستشار، وده يدافع عن ابن المستشار، وده يدافع عن جناب المستشار، ومش عاوز يكون عندكم اللي يكفيكم وزياده. ما هو لازم يكون عندك اللي يكفيك 1 و2 و3. انت عامل زي العمده اللي في البلد اللي عنده 40 50 فدان، يزرع له 10 فدادين قمح و10 فدادين ذره، ومربي له برج حمام، ومربي له مزرعه طيور ومش عارف ايه، وخزن في الصوامع يا باشا، وخزن فوق السطح، وخزن ذره، وخزن قمح، واذبح طيور وحط في الثلاجه، واذبح عجل وحطه في الثلاجه، غير المجاملات اللي بتجيله. عنده استعداد ما يصرفش ولا جنيه في الشهر ولا في السنه، عنده اكل يكفيه العمر كله. انتوا كده، كل اللي بيطلعوا على قناة الزمالك كده، كل اعضاء مجلس الادارة كده، ما عدا الموظفين الغلابة اللي انت بتقول عليهم عدلهم 5 شهور ما قبضوش. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعدين تقول لوزير الشباب والرياضه انت سايب النادي، ما طبقش حكم القانون ليه؟ ما طبقش القانون ليه؟ ما طبقش حكم المحكمه ليه؟ يا راجل ده كله بيكذب على كله. ده المسؤول من وزاره الشباب والرياضه طالع بيقول ان احنا جانا جواب استلمناه من اعضاء مجلس اداره النادي الزمالك ان عزلنا مرتضى منصور، ومرتضى منصور مش رئيس رسمي. اعترافات جمال عبد الحميد واعترافات مجلس اداره الزمالك قال لك نحن فداء مرتضى منصور، ولن نجتمع عشان نعزله، وما عزلناهوش. والجواب اللي راح وزاره الشباب والرياضه لا اساس له من الصحه. مين اللي بيكذب على مين؟ هم اللي بيكذبوا علينا ولا وزاره الشباب اللي تكذب علينا؟ مين اللي بيكذب على الناس؟ مين اللي بيكذب على الجمهور؟ وسايبين النادي خرابه. عارف سايبينه خرابه ليه؟ عشان يقول لك النادي من غير مرتضى منصور بقى بخرابه، لا عمال بتشتغل، ولا زباله بتتلم، ولا بوفهات شغاله، ولا اي حاجه شغاله في النادي خالص. مفيش حاجه شغاله في النادي خالص. ليه؟ مرتضى لما ساب النادي خرب. هم متعمدين كده،
اوامر صاحب العزبه كده، اوعى حد يشيل ورا، اوعى تنظفوا الحمامات ولا التواليتات ولا تنظفوا اي حاجه، اوعى تلموا الكمام ولا الزباله، اوعى تدفعوا نور، اوعى تدفعوا ميه، اوعى تقبضوا حد حتى لو في فلوس، سيبوا الناس تصرخ عشان يجيبوا طبله وطرول، عاوزين المستشار، عاوزين المستشار، عاوزين المستشار، هيصه هيصه، ويعملوا كده ويقولوا سقف الاوضه وقع ليه؟ امال ايه؟ عاوزين كده، عاوزين يجيبوا، عاوز يجي بزفه بلدي بطبله وطار ورق وسجاط، هو عاوز كده، عاوز يخلي النادي لما يبقى خرابه، عشان لما يجي بقى اول ما يجي العمال تكنس ومش عارف ايه وتمام يا فندم وتمام يا سعاده الباشا، شفته اول ما جيت النادي نضف اهو، النادي 100 100، ويروح جايب له مثلا 2 مليون يكون ولا 3 مليون يكون شايلهم على جنب هنا ولا هنا، ويقبض الموظفين، والموظفين يخليك يا سياده المستشار تعيش لنا يا سياده المستشار، المستشار قبض العمال يا ولاد، يا حلاوه يا ولادي، يا حلاوه يا ولادي، يا حلاوه يا ولادي، عوض بح ارضه على طوله وعرضه، يا ولاد غنوا له، هو كده عاوز الرقص على السلم. دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار يا مصر، خربانة يا رياضة.